لسه عندنا كلام عن الامتنان والتقبل في تربية النفس. الامتنان هو شعورك بالرضا والسعادة، بتعبر عنه ازاي؟ بحاجتين، يا بالحمد يا بالشكر. الحمد ده التعبير بالكلام، والشكر ده انك تعمل فعل يبين اظهارك للامتنان. الحمد مثلا انك انت تحمد ربنا كل يوم وتجعله جزء من ذكرك، انك تقول الحمد لله وتعدد نعم ربنا، سواء الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الامان، الحمد لله على الرزق، الحمد لله على المال. الحمد كمان بيشمل انك انت ممكن تشكر شخص على خدمة قدمها ليك، زي مثلا انك تقول لماما تسلم ايدك على الاكل الجميل ده، او انك انت مثلا تشكر حد قدم لك خدمة تقول له جزاك الله خيرا. كل ده حمد. طالما في قول يبقى حمد. طب الشكر هو ايه؟ الشكر هو فعل بقى انت بتعمله، مش كلام. والشكر ده هو ده اللي بيزيد النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني انت لما بتشكر النعم، سواء كانت شكر للصحة، شكر للمال، شكر للعلم، كل حاجة ليها شكر. طيب المال مثلا بشكر ربنا بيه ازاي؟